أهلا بيكم في قناة اكتشف مصر. هتكلم النهاردة عن بهاء آتون. أيقن الملك إخناتون وآمن بأن هذا الكون لابد له من خالق واحد، ولا بد أن يتجمع حول هذا الخالق الواحد كل العالم لكي يوحدوه ويؤمنوا به. وحد إخناتون كل الآلهة المصرية القديمة في إله واحد اسماه آتون. آتون هو قرص الشمس الذي تخرج منه الأشعة الشمسية والضوء. آتون هو الذي ينير الكون. وفكر الملك إخناتون في طريقة للتعبد إلى الإله الواحد آتون، فأوجد ما يعرف باسم ترنيمة آتون العظمى. وبهذه الترنيمة يمكن التعبد إلى الإله الواحد آتون. هذه الترنيمة كتبها إخناتون، أي أنها من تأليفه هو، والنص المكتوب به الترنيمة مكتوب بالخط الهيروغليفي. ويذكر إخناتون في بداية النص أسماء الإله آتون. والملك إخناتون وزوجته الملكة نفرتيتي يركز النص الذي كتبه الملك على وحدانية الإله الممثل في قرص الشمس، ووصفه بأنه الإله الخالق الذي يحافظ على العالم، وهو الإله الخالق لكل مظاهر الحياة، وهو سيد جميع البلدان. هو آتون الذي يشرق للكون كله، وهو يحفظ حياة البلاد الأجنبية أيضا. فآتون هو الإله الذي أنشأ ليلا في السماء ويجعل هذا الليل يهبط على الأرض. آتون كما عبده إخناتون ليس فقط إله على مصر وحدها، بل هو إله إلى الناس أجمعين، إله إلى كل الكون. والآن أود أن أذكر هنا جزء هام من الترنيمة العظمى التي كتبها الملك إخناتون. يقول إخناتون للإله آتون: ما أبهى جمالك حين تطلع في أفق السماء يا آتون الحي، يا خالق الحياة. عندما تتلألأ في أفق الشرق تملأ الأرض كلها بجمالك. أنت جميل، أنت عظيم، وبريقك يعلو فوق كل الأرض، وأشعتك تنتشر على الأرض وعلى كل مخلوقاتك. ومهما كنت بعيدا فإن أشعتك تنتشر على الأرض ويراك الناس جميعا، ولكن لا أحد يعرف طريقك، لا أحد يصل إليك. وعندما تغيب في الأفق الغربي من السماء يخيم على الأرض ظلام دامس كأنه الموت، وينام الناس ولا يستطيع أحد منهم أن يرى الآخر. ويخرج كل أسد من عرينه، وتخرج الأفاعي كلها لتلدغ، ويسود الظلام كل شيء، ويصبح العالم كله ساكنا صامتا، لأن خالق المخلوقات كلها ذهب ليستريح في أفق السماء. وحين تعود بالظهور مرة أخرى في أفق الشرق تضيء الأرض ويسطع نورك يا آتون في السماء، ويتبدد الظلام
وعندما ترسل طلعتك البهية تصبح مصر في عيد، ويستيقظ الناس ويقفون على أقدامهم ويغسلون أعضاء أجسامهم ويلبسون ثيابهم ويرفعون أيديهم متعبدين لك. من خلال هذه الترنيمة نجد أن عبقرية المصري القديم قد هدته إلى الإيمان بخالق واحد، وعرف المصري القديم أيضا أفضال هذا الإله الواحد على الكون كله. وهذا يدل على أن شعب مصر صانع الحضارة، فالمصري القديم هو أول من عرف التوحيد وأقام لنفسه صلوات خاصة. فكرة التوحيد شاهدة منذ آلاف السنين وحتى يومنا هذا على عمق الإيمان وعبادة الإله الواحد. ده اللي أنا كنت عايز أحكيه النهاردة. أتمنى إنه ينول إعجابكم، وتشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش، وتعملوا لايك وتشيروا الفيديو ده وتفعلوا الجرس. شكرا ليكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة. كان معاكم محمد مصطفى. السلام عليكم.